أعجبتني عبارة كانت تكتب في محاكم الإعدام سابقا في بريطانيا. إذا حكم على شخص بالإعدام يكتبون له رسالة فيها: تقرر إعدامكم مع فائق الاحترام. فنظرت فيها فسبحان الله، الاحترام لا ينقص من قوة الحق، لا ينقص من حكمك، لا ينقص من شخصيتك، بل الاحترام يرفعك. الاحترام لا يعني أنك تحب هذا الشخص الذي تحترمه. أنا لما أحترم إنسان ما معناته أنه أنا بس بحبه، أو أنه أنا بحبه يمكن أكون أبغضه، ولكن هذا معناه أنني قد تربيت على تربية سليمة. أنا متربي، أنا بحترم الآخرين. أنا يمكن أخالفك بوجهة النظر بس بظلني أحترمك. الشافعي رحمه الله اختلف مع رجل، في اليوم الثاني أمسك بيده وقال: يا ابن أخي أو يا أخي، أولا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ بلا احترام الحياة الزوجية تنهار، وإن كان هناك حب فوق التصور. رجل يحب زوجته وتحبها ولكن لا احترام بينهما. يعني إذا هو اختلف معها ببلش: أنت ما بتفهمي، أنت أساسا نص عائل، أنت كذا وكذا، ما في احترام. أو الزوجة تبدأ فتنعت زوجها إذا تشاجرت معه بأبشع النعوت، بتبلش: أنت يا عرة رجال، أنت كذا وكذا، أو تدعو عليه الله ينتقم منك. هذا قلة احترام تهدم الأسرة. كذلك بين الإخوة، الأخ مع أخوه، قد ما تكون بتحب أخوك بس أخوك ما بيحترمك، أو شخص من العائلة ما بيحترمك، بتصير بدك تبعد عنه. ليه؟ عشان ما في احترام. مع ذلك الاحترام صفة في الأشخاص ولو تحولت ظروفهم. يعني ما ممكن شخص يكون محترم إذا كان هذا، بس بقول لك لما يعصب ببطل محترم. يوسف عليه السلام لما كان في السجن شو قالوا المساجين الذين معه؟ إنا نراك من المحسنين. لما أصبح عزيز مصر ماذا قال إخوته؟ إنا نراك من المحسنين. شوف، إنا نراك من المحسنين وهو في السجن وهو عزيز مصر. فالمحترم لا تغيره الظروف، يبقى محترما مهما كان. أنا متربي تربية سليمة، أنا أحترم زوجتي وزوجتي تحترمني. هيك بده يكون المنهج عندك بحياتك. أنا أحترم والدي. للأسف بعض الشباب إذا طلعوا شواربه أو طلعت لحيته بوجهه خلص معناته أنه أهلي لازم يحكون بطريقة تانية، أنا صرت كبير. أو البنت إذا تزوجت أو أصبح عندها أولاد بعد الزواج بتقول لها: لأما ليه عم تحكيني هيك؟ أنا صرت متزوجة وعندي أولاد وعندي كذا وكذا وكذا. فتعاملها بقلة الاحترام، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إليهما: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أعجبني أحد المشايخ وقد أثر في جدا، عنده درس والطلاب قد اجتمعوا، إذا بهاتفه يرن: أمه بحاجة إليه. قال: أعتذر، أمي بحاجة إلي وأمي واجب وأنتم سنة. فترك الدرس وذهب ليلبي الواجب. فكان هذا أعظم درس في احترام الوالدين. بيعجبني الشاب اللي يكون كبير وعضلاته وبسم الله ما شاء الله وكلمته بتهز بلد وإيده ودراعه وعضلات بسم الله ما شاء الله، بيجي أبوه ببهدله حد الناس وبوطي راسه من الاحترام على راسه. اللي بدك إياه تكرم. شوف هذا الرجل قد ايه عظيم لأنه محترم. الشاب يلي الأستاذ تبعه قاعد عم بيحكيه بطريقة معينة والطالب بكامل الاحترام مع أستاذه، يمتثل ما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لما رجل كبير بده يتحدث أنا عم بستمع، ما بحكي أنا والرجال كبير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في مجلس وفيه كبار وأراد الصغار أن يتحدثوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني اجعل الكبير هو الذي يتحدث. أنا لما عشاني محترم لما أكون مع الناس ما بمسك جوالي وبقعد بكبس بالجوال وبطنش اللي قاعد حدي. هذا من قلة الاحترام وهذا من الخطأ والخلل المنتشر. لأنك محترم. كن محترما مع زوجتك، مع الكبير، مع الصغير، حتى مع الصغير أنت محترم. أحد السلف يقول: إني لأستمع للرجل وهو يحدثني بالحديث وأنا أعلمه من قبل أن يولد. مش بقول أنا بعرفه وسكته، لا، بستمع له وكأني أول مرة عم بسمعه. ليه؟ هذا من الاحترام. فكن محترم يا محترم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.